مكان غامض وسري وفيه كائنات فضائية. مقطع منتشر لواحد من الحراس بيصرخ في مكالمة دخل يكلم فيها مذيع على الهوا. المكالمة دي كانت مكالمة هاتفية والشخص كان متوتر جدا، وكان التنفس بتاعه ياخده بصعوبة لأنه كان بيجري. ولما مذيع البرنامج قال له أهلا بيك اتفضل، الراجل انهار من العياط وقال له أنا عارف اللي أنا هقوله ده مش هيبقى منطقي أبدا، لكن أرجوك ما تقفلش الخط. أنا عايز العالم كله يسمعني، عايز كل العالم يسمع كلمة كلمة من اللي أنا بقولها، اوعى تقفل الخط بعد إذنك. المذيع قال له العالم كله إزاي؟ دي إذاعة محلية، بس ما علينا، قول اللي أنت عايزه. بدأ الراجل الغريب يتكلم ويقول له أرجوك ما تقفلش الخط مهما قلت. المذيع رد عليه مالك فيه إيه بس؟ احكي لنا وأنا مش هقفل الخط. بدأ الراجل المجهول ده يكمل كلامه ويقول بيجروا ورايا، انا هربت منها، لكن انا مش قادر اتحمل ان انا افضل هنا. اصوات الكائنات دي بترعبني بالليل، انا حارس امن في مكان وكل يوم بسمع اصوات غريبة. ففي مرة الفضول خلاني ادخل عشان استكشف هو ايه الاصوات دي وجاية منين. فدخلت ممرات كتير، لكن اللي لقيته جوه الممرات دي كان حاجة خلتني اقف مندهش ومذهول، ووقفت متسمر لثواني وانا مش قادر ولا اتكلم ولا اتحرك. شعر راسي شاب من كتر اللي انا شفته. في حاجات مرعبة جوه المنطقة، كائنات مخيفة ما شفتهاش الا في الافلام. طقوس دينية غريبة بتتعمل هناك، دول بيقضوا على البشر وبيقدموهم لكائنات عملاقة. انا مش عارف اوصف شعوري، فضلت اصرخ من شدة الخوف اللي جوايا، وللاسف سمعوا صوتي وبدأوا يتتبعوني ويجروا ورايا. انقذوا العالم كله من منطقة وانا بقول تحذير للعالم. وفي اللحظة دي الاتصال اتقطع والبث وقف، وساعتها تم اصدار قرار بسحب رخصة القناة دي وان هم يوقفوا بثها. فهل كل ده ممكن يعدي عادي؟ لو خدنا بس لحظات من التفكير هنبدأ نشوف ايه اللي بيحصل في المنطقة دي، وليه كل الناس عمالة تكتم عليها ومحدش بيتكلم عنها خالص، وممنوع اي حد انه يدخل هناك حتى لو كان حد مهم جدا. فايه هو سرها؟ تعالوا نرجع ورا شوية 1945. في شخص ساعتها كان معاه وثائق مهمة جدا، هو خدها وقال انه مش هيعرف يوريها لحد. الوثائق دي كانت بتأكد وصل لحل ألغاز كتيرة وكبيرة جدا من أسرار الكون بتاعنا، وبتأكد انه في مخلوقات كتيرة محدش يعرف عنها حاجة ومحدش يقدر يقول عليها غير انها كائنات فضائية. بس الكلام ده طبعا كان ينفع سيناريو الفيلم، لكن عشان نقول انه بحث بالعقل يتصدق وكلام حقيقي فكان لازم نبص بين السطور ونفك كل الشفرات، ودايما نبقى عارفين ان في مؤامرات بتتعمل عشان تخفي عن العالم كل الكلام ده. وده اللي خلى ناس كتير تدور ورا الموضوع ده وتبدأ تشك في الكلام اللي بيتقال. في دراسات أمريكية اتعملت في الفترة الأخيرة لأسنان الشخص ده بتقول إنه الأسنان دي هي أسنان واحدة ست. معنى كده إنه فعلا كان بيأكد على إن في حاجة غريبة وإن هو مماتش موتة طبيعية. وبدأ يتعمل تحقيقات بخصوص الموضوع ده، واتقال في التحقيقات دي هو 2000 شخص تاني فضل يهرب للمنطقة ما بعد القطب الجنوبي، المنطقة اللي معروف عنها إنها نهاية الكرة الأرضية زي ما بيقول بعض الناس. ويتقال إنه الوقت ده عرف بوجود بوابات موجودة في المكان ده محدش يعرف عنها أي حاجة إلا اللي مسيطرين على العالم كله، وهم ناس قليلة قوي. في تجارب كتير اتذكرت في الوثائق، والتجارب دي كانت على كائنات حية بيتم تحويلها لوحوش، وأهمها التجارب على الجنس البشري. انتوا متخيلين معايا تجارب على جنسنا وبيتم تحويلهم من بشر لوحوش بشرية؟ ويا ترى ليه بيتعمل الكلام ده؟ وبيحاولوا يحولوا بعض من الجنس البشري لكائنات غريبة بيتحكم فيها بعض الناس من العالم. تعالوا نبص لسيناريوهات الافلام، كانت دايما بتاخد اطار حقيقة غريبة، كانوا دايما بياخدوا الحقيقة ويحطوها في اطار خيال علمي، لكن للاسف الكلام ده بيقول ان هم كانوا بيعملوا التجارب دي تجارب حقيقية، وبيبداوا يجهزوا المخ البشري انه يستوعب كل اللي جاي. لكن الغريب ان لما مسكوا الوثائق دي لقوا بعض الخرائط مكتوبة باللغة السنسكريتية، معنى كده انه كان بيخفي علوم وتجارب قام بيها الناس الاوائل ووصلوا العلم محدش من علمائنا دلوقتي عرف يوصل له. في بداية العمل على المنطقة واحدة امريكية اسمها ابيجيل اتقدمت واتطوعت عشان يتعمل عليها اول تجربة بشرية لتطوير سلالات جديدة من البشر الخارقين، وهي طبعا من ضمن التجارب السرية اللي محدش اعلن عنها، لكن تم تسريب بعض المعلومات وبعض الصور عن تطور حالة ابيجيل من واحدة بشرية جميلة لكائن معقد غريب جدا في حاجة من الانهيار والتوحش. ابيجيل هي البنت الكبيرة لعالم من اللي شغالين في المنطقة، والدها الرائد ألبرت، وعشان هي كانت بتحب جو المغامرة ضغطت على والدها وقالت له انها هتقوم بالتجربة دي. بعد ما كل الناس رفضت ان هم يقوموا بالتجربة دي بدأوا يعملوا اختبارات جينية عليها، وبدأوا يحقنوها بأشكال مختلفة من المواد محدش يعرف عنها حاجة.
هي طبعا مواد علميه وطبيه بس محدش يعرفها. وهنا بدا التغيير، وبدا يظهر حاجات غريبه على جسم ابيجيل، وبدات اطرافها تطول وظهرها يتني وحجمها بيكبر بسرعه عشان تبقى مشوهه وعملاقه بطريقه غريبه ومخيفه. وفي الحاله دي طلبوا يوقفوا التجربه، والعلماء بداوا ياخدوا راي واحد، لكن والدها هو الوحيد اللي رفض واصر على انه يكمل، لانه كده كده مش هيرجع بنته تاني ومفيش اي امل انها ترجع لطبيعتها. وبعض الناس قالت ان ابيجيل بقت مجنونه بشكل مخيف وشكل ما يتوصفش، وتحولت لمخلوق غريب طوله 3 أمتار ونص، وفقدت كل الصفات البشريه وبقت وحش. بعدها خدت الحكومة قرار بأنها ما تستمرش في التجربة دي وتوقفها، لأن تكلفتها بقت فوق المتوقع. فوالد إبيجيل أنهى حياته في الوقت ده. إبيجيل موجودة في المنطقة جوه قفص كبير في واحد من الممرات هناك، وبيتسمع الصريخ ده كل يوم، وده اللي سمعه العامل اللي كان شغال هناك واللي اتصل بالمذيع. طب يا ترى المنطقة دي منطقة فعلا جواها كائنات فضائية غريبة ومحدش يعرف عنها حاجة؟ طب من مصلحة مين إنه محدش يعرف؟ وليه العالم لحد دلوقتي ساكت عن الموضوع ده؟